رسول المراقبين مدينة خان شيخون. خان شيخون رسول المراقبين. نعم. سيارتنا يدخلنا المكان نتكلم فيه. تماما. معنا صحفي معنا الأمم المتحدة. سلامات. تدخل في التاريخ. أول خطوة. نعم. أول أن خان شيخون يعني لأن لحد الآن ما حدث هذا الشيء. نعم تمام. فخان شيخون تدخل في التاريخ، هذه فرصة تدخل في التاريخ. يجيبوا يعني المعتقلين اثنين تكون في عمقنا. تمام. نعطيهم يعني الجهة اللي تريدوا، نحضروا يجروا يعني سحب العربة أمام الصحافة ونقولوا للجميع العالم أن خان شيخون قادرة تحمي المراقبين، قادرة يعني تحمي أدوات المراقبين اللي هي السيارة، وقادرة يعني تكون تنضبط وقادرة توفي بالعهد ديالها. And then we'll have time to talk about the 6-point plan. I would like very much. And I'd like to know how you organize. النقاط الثلاثة اللي عم بحكي عنها. النقاط الثلاثة هي السيارة والمعتقلين الاثنين. نعم. نسلمهم لكم. سيارتهم. احنا نسلمهم بسيارتنا. نعم. والدبابة يسحبوها. نعم. والله مصممين على إيجاع بس نحن متعودين على غدر النظام. ماذا لو يعني ما في ضمانات؟ لا. هنا لحظة وصول المراقبين. اليوم هو الاثنين 21 أربعين. This is the most dangerous. Well, I'm afraid. I don't trust him. Okay. Yeah, that's right. This is the most danger. I will go back. Okay. Go back please. I don't trust them. Martin. That's okay. Look there. عملية تسليم العربة التي قام بتدميرها الجيش السوري الحر عن طريق الأمم المتحدة بعدما تم إجراء مفاوضات على تسليم شخصين كانا معتقلات لدى قوات الأمن السوري. أول عملية نوعية في سوريا تم الآن الاتفاق على تبادل معتقلين مع دبابة في خان شيخون التي تم تدميرها ردا على مجزرة 15/5/2012، وقد تدخلت بحل هذه المشكلة هيئة الأمم المتحدة، حيث تفاوضوا مع تنسيقية أحرار خان شيخون التي قامت بحماية هيئة الأمم المتحدة، وسوف يعطون المعتقلين الثلاثة الذين قضوا في حاجز المنطقة أو حاجز المستوصف، قضوا من التعذيب أكثر من أسبوع، والآن سوف يفرج عنهم، وبدلا عنها سوف يأخذون تلك الدبابة المدمرة. خان شيخون 21/5/2012. السلام ورحمة الله. الآن أتي المراقب. إفراج عن معتقل الدكتور صلاح الدين الصالح الذي بقي في سجن 7 أيام أثناء حملة السلام. هذه العملية من نوعها في سوريا، حيث تم التفاوض مع جيش النظام من قبل منظمة اليو إن في خان شيخون، تم الإفراج عن المعتقلين. مع السلامة. وليد بكور. الحمد لله سلامة يا وليد. وهذا المعتقل الآخر أثناء المجزرة تم اعتقاله، وليد أحمد بكور، في مجزرة خان شيخون 15/5، وتم تحت التعذيب حتى الآن، وأفرج عنه بعد أن تم التبادل مع الدبابة المدمرة التي دمرها جيش الحرب ردا على مجزرة خان شيخون. وبحضور منظمة اليو إن وهيئة الهلال الأحمر التي أتت إلى خان شيخون وعمل التفاوض مع تنسيقية أحرار خان شيخون. هؤلاء أعضاء منظمة اليو إن، وهذه سياراتهم، والآن يستعدون لمغادرة مدينة خان شيخون بعد أن تم الإفراج عن المعتقلين. 21/5/2012. الله سلامي. طارق كمان معكم. تم تسليم الأسرى.